فبالله كم تستطب ايه ده؟ في كتير زي املأ الأرض بتكبير يهز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا والله يا جماعة صراحة بتعجب لما ألاقي الفيديوهات دي. طب إحنا دلوقتي الحمد لله ربنا أنعم علينا بالنقاب، والبنت اللي بتلبس خمار، والبنت اللي الحمد لله ربنا أنعم عليها بالستر. ليه تطلعوا تعملوا الحاجات دي؟ يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المرأة بالأذان. مين اللي بيأذن يا جماعة؟ الرجال. دي أول نقطة. تاني حاجة، هل النبي صلى الله عليه وسلم بعث رسولا؟ النبي ما بعث الا رسول بس، رجل، رجال. هل في رسول نساء؟ لا مفيش. المرأة حتى وهي بتصلي في الإمام خطأ في خطأ، احنا بنقول سبحان الله، لكن المرأة تسقف. اللي انا عايز اقوله يا جماعة ان ظهور المرأة على السوشيال ميديا بأي حال من الأحوال ما تعملوش. انا لا اراه خالص والله يا جماعه، انا ما بشوفه خالص اللي هو حاجه صح خالص. صراحه انا ارى ان المراه عايزه ان هي تدعو الى الله عز وجل. عندك ممكن تعملي جروب واتس، جروب تليجرام، نساء مع بعض، نساء مع بعض. اما اللي انت تطلعي تدعو في الشارع في البرامج، تفتح لايفات، المنشدات اللي بتطلع اليومين دول تقعد تنشد وتحلي في صوتها، قراءات القرآن اللي عماله تطلع وتحلي في صوتها، كل هذا انا اراه انه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم نهائيا. ده احنا مش بنتكلم بقى في اللي بيطلعوا يقراوا قرآن واللي بينشدوا، ما بالك بقى بالمنتقبه اللي عمال ليبسنج على صوت وعماله تعمل بايدها وتحرك نفسها. ايه ده يا جماعه؟ ده هذا ليس من الدين نهائيا. يا جماعه المراه عفيفه. النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني امرنا بالستر ولبسنا النقاب الحمد لله، والمراه لبست النقاب او المراه لبست الخمار عشان ستر المرأة، مش انا اطلع اقعد بقى اعمل فيديوهات واطلع صورتي ونعمل فيديو جميل وندخل بقى في الكومنتات انا نفسي اتجوز زوجة زيك، انا نفسي في بنت صالحة زيك، ايه ده يا جماعة؟ ده المرأة عايزة تدعو إلى الله، عايزة تعملي أي حاجة في الدين، بلاش سوشيال ميديا نهائيا. انت مخلصة وعندك صدق فعلا، اعملي جروب، ادعوا كيفما تشائي، لكن مش في السوشيال ميديا خالص. يكون حاجة خاصة بالنساء فقط. اما كل اللي احنا بنشوفه قدامنا من القراءات، من اللي بيطلعوا يقرأوا ويحسنوا صوتهم، من كل هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ريت يا جماعة والله العظيم الظاهرة دي يعني تختفي نهائيا، وما تزعلوش مني. انا